مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية بالمطبخ. اليوم راح اعمل كبة بالقرع والبرغل. المقادير اللي رح نحتاجها لعمل كبة اليقطين او كبة القرع. رح نحتاج لب القرع. انتبهوا ما تشتروا النوعية اللي هي بتكون البايب فيلينج، بدنا البيور. وطبعا لو مش متوفر عندكم فيكم تجيبوا قرعة او بامكن اللي هي شكلها مثل هاي اللي بالصورة، او اي نوع تاني، اي نوع قرع عادة بيكون حلو طعمه. افتحوها من النص، شيلوا البذور منها والالياف واشوها بالفرن او اسلقوها، صفوها كتير منيح من المي واهرسوا اللب تبعها. هذا اللي رح نحتاجه لعجينة الكبة. رح نحتاج لبرغل ابيض ناعم، طحين، كزبرة خضراء رح نفرمها، وفي طبعا شوية بهارات هلا رح نحكي عنها. للحشوة رح احتاج لحمص مقشر ومفلوق من النص. انا بستخدم هون النوع المعلب لانه اسهل، بس اذا بتحبوا تسلقوه بالبيت ديروا بالكم ما تسلقوه على الاخر، ما بدنا اياه ينهرس، بدنا اياه يكون بالحشوة مبين. فانا بقشره وبهرسه وبفتحه من النص، يعني بيكون مفلوق. عندي بصل، بحتاج كمية منيحة من البصل، رح نقطعه شرايح رفيعة. طبعا بالنسبة للبهارات رح احتاج لكركم او عصفر، كمون، بهار حلو مطحون، كزبرة مطحونة، سماق، الرمان او دبس الرمان، مردقوش، او اللي اذا مش متوفر عندكم المردقوش فيكم تستخدموا نعناع يابس، نعناع جاف، كراوية، فلفل حامي او فلفل حار، طبعا ملح وفلفل اسود. ورح نحتاج لدهن الصينية زيت زيتون. هاي كل المقادير اللي عنا، ورح نبدأ هلأ نعمل كبة اليقطين. رح نعمل عجينة الكبة. في عندي هون كمية القرع المهروس اللي بدي اياها، تقريبا كوب ونص. رح اضيف لها البرغل. طبعا البرغل ما بننقعه، بس بنغسله مرتين ثلاثة بمي باردة، وبنصفيه كتير منيح من المي يعني البرغل. هاي الكبة نباتية طبعا للناس اللي بيحبوا ياكلوا اكل نباتي او بيكونوا صايمين عن المنتجات الحيوانية. وهلا لانه موسم القرع فرصة انه الواحد يعمل وصفات من الخضار الموسم. كزبرة مفرومة ناعمة. هلا رح اضيف الطحين. طبعا الطحين الكمية تقريبية، يعني اذا بنحتاج اكتر هلا واحنا بنعجن بنشوف. كمون، كزبرة ناشفة مطحونة، كركم، المردقوش اللي قلنا عنه او نعناع ناشف اذا مش متوفر، كراوية مطحونة بودرة، ريحتها كتير حلوة الكراوية. ونضيف ملح، وطبعا الملح حسب الذوق. هلا بنعجن المواد مع بعض لحد ما تتكون عندي عجينة متجانسة. وانا بعجن بحسها لو هي متماسكة، لو مش متماسكة منيح ممكن اضيف شوية طحين زيادة. شوفوا لونها كيف، العجينة كتير حلو. انا راح احط لكم المقادير بالضبط تحت الفيديو بالدسكربشن بوكس. طبعا اذا بدكم تعملوا قرع طازه بدكم تنتبهوا انه انتم تصفوه كتير منيح من المي، اذا سلقتوه او اذا شويتوه بالفرن تصفوه كتير منيح من المي. هيك العجينه صارت عندي منيحه. هلا لو هي طريه شوي بتحسوها، بس بعد شوي البرغل رح يمتص السوائل الزائده، بس نتركها ترتاح قبل ما نعمل الحشوه. رح اغطيها بنايلون واتركها ترتاح على نار متوسطة. عم بحمي قلاية عشان اعمل حشوة الكبة. رح اضيف زيت زيتون، بضيف كمية بحيث انها تغطي قاع القلاية. طبعا رح احتاج زيت زيتون كمان عشان ادهن الصينية اللي رح اخبز فيها الكبة.
بس يحمى الزيت منيح بضيف البصل. عندي هون كوبايتين بصل. رح اقلي البصل على نار متوسطة لحد ما يدبل. البصل صار له تقريبا 5 دقايق على النار، بدا لونه يتغير زي ما انتم شايفين. هلا رح اضيف الحمص المفلوق. رح اضيف الملح والبهارات. طبعا كله هذا حسب الذوق، يعني انتم فيكم تتحكموا بكمون، كزبرة، كمية البهارات حسب ما بتحبوا. ممكن تضيفوا فلفل حراق وممكن ما تضيفوا اذا بتحبوا رشة صغيرة بس. نخليهم بس دقيقتين على النار لحد ما تبدا ريحة البهارات تطلع. بطفي النار تحتهم. هلا طفينا النار. رح اضيف للحشوة تقريبا معلقتين كبار سماق. طبعا الحشوة لازم تكون حامضة، فاحنا بنضيف الحشوة لازم تكون حامضة، فاحنا بنضيف السماق ودبس الرمان حسب الحاجة، يعني بندوق. نضيف كمان تقريبا معلقتين دبس الرمان. اهم اشي نضيفهم على البارد، مشوا النار شغالة عشان ما يتغير طعم الحشوة. بحركها وبدوق الملح بظبطه والحموضة. بتركها لما تبرد وبعد هيك بنطبق الكبة. رح نبدأ نطبق الكبة. رح اخبزها بصينية صغيرة مثل هاي، لانها ديسبوزبل رح احطها بصينية اكبر منها ألمنيوم عشان لسهولة التحكم فيها. رح احط لكم مقاسات هاي الصينية بالديسكربشن تبع الفيديو. رح ادهنها بكمية وافرة من زيت الزيتون. رح اخذ نص كمية عجينة الكبة وافردها بالقاع بالتساوي. هاي نص الكمية، والنص الكمية الثانية راح ينفرد على الوجه. بفردها بالتساوي بالقاع. راح اخذ الحشوة واحطها بالتساوي، افردها على الكبة. رح اخذ النص الثاني من عجينة الكبة واحطها وافردها بالتساوي. رح استخدم ايدي، ببل ايدي بزيت زيتون وبفردها. رح ابل ايدي بزيت زيتون وافرد العجينة. ممكن تستخدموا طبعا صحن بايركس. هلا بصب كمية كمان من زيت الزيتون على الوجه وبدهنه سكينة حادة وبقطعها حسب الرغبة، يعني إذا بتحبوا قطعة كبيرة أو قطعة صغيرة. أنا رح أقطعها هيك من النص بالأول، وبعدين 3.
وهلا على طول بدخلها بالفرن الحامي، بستناها بس يتحمر وجهها وبعدين بقدمها. صينية كبة القرع صارت عندي جاهزة. هلا هي كتير حارة طبعا، طالعة من الفرن لسه، اخذت تقريبا 25 دقيقة بالفرن. رح اتركها لحد ما تبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين بقطعها وبقدمها. الكبة عندي بردت لحرارة الغرفة، قطعتها وبقدمها. صحتين وعافية، وبشوفكم فيديو قادم. مع السلامة.